الرنجة من الأكلات المميزة اللي ليها طعم خاص ومكانة في كل بيت مصري، وخصوصا في المناسبات، بس لو اتعملت صح بتبقى حكاية تانية خالص. يلا نحضر مع بعض وصفة للرنجة بطعم مختلف وسهلة من غير أي تعقيد. لهلوبة هانم، الصنعة في ايديكي والبركة في بيتك. وفي طاسة فيها معلقة زيت على النار هننزل بالبصلة متوسطة الحجم مقطعينها تقطيعة جوليان، وأول ما تبتدي تصفر معانا هننزل بالطماطم متقطعة لمكعبات صغيرة، وعليها ربع معلقة من السكر. ربع معلقة السكر دي هتعادل الحموضة وتودي الطعم في حتة تانية خالص. وهننزل بربع كوباية من المية ونسيبهم يتسبكوا على نار هادية. خلاص كده تمام. هننزل بقى بالرنجة بتاعتنا مخلية ومتقطعة تقطيعة مكعبات صغيرة او اي تقطيعة انت بتحبيها للاكل. وواو، تذوقي بقى احلى طعم للرنجة. وما تنسيش لو عجبك الفيديو خليكي لهلوبة واشتركي في القناة واكتبي لنا عايزة طرق تانية للرنجة يا لهلوبة.